اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل زي ما حضراتكم شايفين بيتزا، بس من غير فرد وعجن. لما تلاقي ولادك حابين يطلبوا حاجه من بره عشان يتسحروا بيها، فالانضف ان انت تعمليها في البيت زي ما حضراتكم شايفين كده. كوبايه حليب، وبعد كده هنزل معاها بكوبايه ميه. حابه تكملي بحليب براحتك، نص معلقه ملح صغيره، معلقه خميره فوريه صغيره، وحبايه بيض واحده. وبعد كده هحط معلقتين 2 سكر صغيرين، وبعد كده هدوب الخليط وهقلبه. المواد السائلة هقلبها كلها، وبعد كده هنزل ب3 معالق زيت زي ما حضراتكم شايفين كده. الدقيق بقى على حسب ما تديني القوام اللي انا عايزاه. انا عايزة قوام سايل، لا هو خفيف ولا هو تقيل. هوريكم القوام هيبقى عامل ازاي. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. كده القوام اللي انا عايزاه زي ما حضراتكم شايفين متوسط. بعد كده الصينية هحط فيها شوية زيت وهدهنهم بالفرشة، وبعد كده هبطنهم بدقيق كأني هعمل كيكة بالظبط. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا بعمل الخطوة دي عشان ما تلزقش. العجينة السايلة سبتها ارتاحت ربع ساعة، وبعدين بصبها في الصينية. وبعد ما بصبها في الصينية واخلص بحركها كده علشان تتساوى معايا، ويبقى ايه السطح بتاعها كله مستوي واحد. بعد كده حابة تحطي اي حاجة حطيها. انا حطيت فلفل احمر واخضر واصفر وحباية شطة حامية وجبنة رومي. حابة تحطي جبنة موتزاريلا، زيتون، اي خضار تاني براحتك خالص. ما شاء الله دي كانت النتيجة، نتيجة مرضية جدا وما خدتش وقت، سهلة وبسيطة وبحاجات موجودة في بيتك، وطبعا حاجة نظيفة انضف من اللي انت بتشتريها من بره. هوريكم شكلها دلوقتي معانا. ما شاء الله كانت تحفة. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين.